السلام عليكم ورحمة الله. خلال الأسبوع الماضي قامت حكومة البحرين بتنفيذ حكم قضائي صادر بحق 3 من الإرهابيين. كان هؤلاء الإرهابيون قد قتلوا 3 من رجال الشرطة، فصدر الحكم قصاصا جزاء وفاقا بإعدام هؤلاء القتلة. وما أن نفذ حكم القصاص العادل على هؤلاء القتلة المجرمين إلا وخرج كل من له علاقة بإيران في تظاهرة في البحرين. وكالعادة ادعى هؤلاء المتظاهرون أن من نفذ فيهم الحكم ظلموا، كعادة من يدعي المظلومية والاضطهاد باستمرار. ثم قاموا بتصعيد ردة فعلهم، فقاموا بإحراق مبنى البلدية في المنامة. وفي هذه رسالة واضحة، يحاول هؤلاء المتظاهرون الذين تحركهم إيران بإرسال رسالة أنه في حال إعدام أي أحد منا ستكون لنا ردة فعل عنيفة، وبغض النظر عن فعله وعن جرمه، مجرد التعرض لأي واحد من هؤلاء الخونة ستكون لنا ردة فعل. وهذه رسالة مفهومة. من جانبها حكومة إيران قامت بشجب عملية الإعدام بخط متوازي مع المتظاهرين، أي رسالة دولية من الخارج ورسالة داخلية من الداخل. إيران تعرب عن قلقها بتنفيذ حكم القصاص العادل ب3 خونة قاموا بقتل رجال شرطة. وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل. إيران أعدمت جميع الذكور في قرية واحدة، قرية سنية في قرية بسيستان في بلوشستان. أعدمت إيران 694 مواطن مسلم سني خلال فترة 6 أشهر فقط. والتهمة جاهزة طبعا عند الملالي، هي الاتجار بالمخدرات. وقد علقت منظمة العفو الدولية على هذه الأحكام مطولا. ولكن تنفيذ حكم قضائي بالقصاص من 3 قتلة خونة يقلقها، لأن هؤلاء ينفذون أجندتها. السؤال الآن، هل ستخضع حكومة البحرين وكذلك حكومات الخليج لمثل هذا الابتزاز؟ أنتم أمام أمر لا بد منه. أنتم أمام أمر والله لا يقبل القسمة على 2، فإما بقاؤنا وإما بقاؤهم. أما أن تتعامل حكومات الخليج بحزم مع إيران ومع أذنابها من الخونة، وإلا سيكون الدور علينا. وأد هذه الفتن في مهدها وقمعها هو أفضل الحلول. ولعل نصيحة نصر بن سيار القديمة هي أفضل ما نقوله اليوم. يقول: أرى تحت الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها كلام. فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام. فإن يقظت فذاك بقاء ملك، وأن رقدت فإني لا ألام. أسأل الله أن يكفينا شرور هؤلاء وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين.